السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. قبل اي حاجة يا ريت اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد وتنضم لعيلتي الجميلة الصغيرة اللي ان شاء الله هتكبر بيكم. وطبعا كده في البداية بحب ارحب باخواتي الجداد اللي انضموا للقناة واللي بجد القناة كبرت شوية بيهم، فشكرا كتير ليكم وشكرا على ذوقكم واخلاقكم العالية. فيديو النهاردة بقى مهم جدا لكل ست بيت، هقولك على حاجات مهمة قوي لازم كل واحدة تعملها كل يوم، يوميا لازم تعملي الحاجات دي. طب ايه هي بقى الحاجات دي؟ اول حاجة ان احنا نصحى من النوم ندخل التويليت بتاعنا ونغسل وشنا بالغسول المناسب لبشرتنا، واوعي تستخدمي صابون ابدا، لازم تغسلي بنوع غسول مناسب لبشرتك. تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه هغسل اسناني واسرح شعري، اساسي جدا ان انا ابص في المرايه ارتاح لشكلي انا. الست اللي بتبقى مش متصالحه مع نفسها ومش متصالحه يعني ايه مع ذاتها بتبقى مهمله قوي في شكلها. اول ما تلاقوا ست مثلا لفه شعرها كده ومش بتسرحه خالص او على طول ربطاه، اعرفوا ان الست دي عندها مشاكل نفسيه كبيره جدا ومش مرتاحه خالص في حياتها ومش متسامحه مع نفسها ومتضايقه من نفسها في حاجات كتير، لان الست اول حاجه بتهتم بيها في نفسها هي شعرها. شعرك اهم حاجه ان انت لازم تسرحيه اول باول يوميا. طب خلاص يا ستي، سرحنا شعرنا وغسلنا اسناننا وغسلنا وشنا وبقينا امارات وزي العسل. طبعا حابه تحطي ميك اب حطي، منتش حابه خلاص اوكي، لكن اساسيات النظافه موجوده فيكي، خلاص كده احنا مطمنين انت زي الفل. الميك اب بقى عايزه تحطي، عايزه مش عايزه، انت زي القمر من غير حاجه، فعادي مفيش مشكله الخطوه دي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده لازم تفطري حتى لو بسكوته، حتى لو اي حاجه بسيطه. في مثلا ساعات ان انا بيبقى همي ان انا اخلص حاجه مهمه في البيت وحاجه شايله همها وعايزه اخلصها بسرعه، اوكي ماشي مش مشكله، مادام انت صاحيه بدري لازم يعني ايه، مش لازم ان انت تفطري اول ما تقومي، بس مهم ان انت تاخدي ال وقت الراحه بتاعك ولازم تفطري. مش هقولك فطار كويس وفطار مهم ومش عارفه ايه وكده، بس افطري الحاجه اللي انت حباها واشربي القهوه بتاعتك او اشربي الشاي بتاعك، اشربي الحاجه اللي انت حباها. انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، بحب القهوه جدا وبتريحني اشربي يا جدا. ستي الحاجه اللي انت عايزاها، المهم اشربي ان انت او اعملي اللي يريحك، يعني تشربي الحاجه مش اللي لازم انت تعملي زي ما انا عايزه بالظبط. بالنسبه لك. وفي ناس عندها الشاي بلبن حياتها، انا عن نفسي مش بحبه، فانت شوفي المناسب ليكي يا ستي واشربي. بعد كده، بعد ما خلاص فطرنا وكده، ابدا اشوف ايه الاساسيات اللي لازم اعملها. وفي حاجه يا بنات والله انا اتعلمتها وبجد بجد يعني فرقه جدا في حياتي وعايزه اقولها لكم. الحاجه اللي تبقى تقيله على قلبك ما تهربش منها، واجهيها وخلصيها. يعني مثلا تطبيق الغسيل تقيل قوي على قلبك، فانت عماله تعدي من قدامه وكانك مش شايفاه، وتروحي تعملي حاجات كتير وتطبخي ومش عارفه وتروقي، والغسيل كانك مش شايفاه، لا تقيل على قلبك، اقفي واجهيه وطبقيه وعينيه. قد ايه يا بنات هتحس براحه نفسيه مش طبيعيه، وراحه نفسيه خطيره جدا جدا، يعني بجد احساس ان انت انتصرت على الكسل اللي جواكي ده احساس مش ممكن، رهيب. فبجد اول ما تشوفي حاجه تقيله على قلبك ومنتش قادره تعمليها، لا يبقى واجهيها وروحي خلصيها دلوقتي حالا. تمام، من بدايه اليوم كده مفيش اي كلام. انتصري على الكسل اللي جواكي وعلى الطاقه السلبيه اللي جواكي، هتريحك قد ايه نفسيا. بعد كده بقى هقول لكم، بعد كده بقى يا بنات بصوا في اساسيات في ترويقك للبيت. يعني اساسي ان انت بتعملي المواعين كل يوم، اساسي ان انت بتنظمي اوضتك وبتروقي اوضتك زي ما انا عملت معاكم في روتينات كتير قبل كده. اساسي ان انت الحته اللي بتقعدوا فيها انت وجوزك وولادك بتتفرجوا فيها على التلفزيون اساسي تكون نظيفه. فالحاجات دي اساسي، وطبعا التويليت ده مهم جدا، بس الحاجات دي اساسي كل يوم لازم تضيفي ايدك فيها دايما، لان الحاجات دي بمجرد ما بتسيبيها يوم هتيجي تاني يوم وتلاقيها يعني كركبه مش طبيعيه وكركبه غير عاديه. فانت الحاجات اللي انت بتقعدي فيها، الاماكن اللي انت بتقعدي فيها دايما واللي بتنامي فيها دي اول باول ايدك فيها باستمرار. برضو هتحسسك بالراحه، هتحسسك ان انت بتنجزي حاجات، حتى لو انت بتروقي على الوش مش مشكله، المهم عينك شايفه المكان نظيف والمكان متروق. من اكتر الحاجات اللي انا بستغرب فيها في نفسي ان انا ما بعرفش انام في اوضه النوم بتاعتي وهي متكركبه،
وهي مش متروقه وهي مش متنظمه، حرفيا بقلق كل شويه وببص لها وبكون متضايقه جدا جدا جدا. فاساسي عندي ان انا بروقها الحمد لله كل يوم. لو انا ما روقتهاش يبقى انا تعبانه جدا وببقى فاهمين مش قادره حرفيا اقف على رجلي. لكن الحمد لله رب العالمين طول ما انا كويسه، طول ما انا ما بعرفش انام غير والسرير الملايه مشدوده والدنيا متروقه حواليا وكل حاجه في مكانها. فدي برضو اساسيات وحاجات لها ايجابيات ولها طاقه ايجابيه. من فضلك ما تحرميش نفسك منها، تحرميش نفسك من احساسك ان انت قاعده في مكان نظيف ومكان ريحته حلوه. ده مهم جدا بالنسبه لك ومهم جدا راحتك النفسيه. استقرارك النفسي ان انت قاعده في بيتك مرتاحه نفسيا، ده مهم جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين انا مثلا عندي كل حاجه في مكانها، كانت الدنيا مكركبه خالص رغم ان انا ايدي في البيت كل يوم يوميا. بس اللي حصل ده كان نهايه اليوم وكنا بالليل، فلقيت الدنيا ظبطت كده حواليا كده وظبطت وباظت خالص. فبدات ان انا انضف كده واروق واحط كل حاجه في مكانها، وشلت اللي اسمها سجادة وكنست كويس، كنسة محترمة. مش هقولك بقى امسحي يلا بقى ونعمل رغاوي، لا، احنا في نهاية اليوم فانتي مش قادرة. بس الاساسي ان انا انضف وان انا اروق وان انا اشيل التراب وان انا اعين كل حاجة في مكانها، ده الاساسي. لكن بعد كده هنعمل تنظيفات عميقة وهنجيب الرغاوي بتاعتنا وننضف ونظبط وتبقى ايه اخر حلاوة. بصوا متخيلين شكل البيت قبل وبعد؟ الكركبه والرمل اللي كان طالع منه والقرف ده كله. وحطيت كمان كفر الكنب، بالرغم ان انا يعني بيني وبينكم انا مش بحب شكل كفر الكنب ده، وحاسه بجد ان انا ايه يعني لا، مش ما كانش حلو، ما كانش حلو خالص ومش مناسب ولونه كئيب وقفل لي الدنيا اكتر. فانا بسعى ان الفتره الجايه ان شاء الله احاول اغيره. وبحب شكل الكنب قوي من غير كفر، بس للاسف انا لو سبته يومين 3 كمان خلاص كده يعني هنرميه بقى، هيبقى مش نافع اصلا. فمضطره ان انا احط الكفر ده عشان خاطر ان انا احميه. تمام. من اساسيات برضو ان انت ما تستغنيش عنها ابدا ان انت الحوض بتاعك وانت نايمه يكون نظيف. تنضفي الحوض بتاعك، مطبخك تكوني نايمه ان هو نظيف. حتى لو في كوبايتين قلتلك انتصري على الكسل اللي جواكي، عايزه تنامي ومرهقه ومش قادره، قولي لو انا عملتهم هنام مرتاحه اكتر. لو انا نمت دلوقتي هنام مش مرتاحه وكل شويه هقلق وهصحى الصبح نفسيا تعبانه. لا، انا هاجي على نفسي واقف مثلا في المطبخ 10 دقايق بس، اخلص الكام كوبايه على الكام طبق دول، وهوني على نفسك كده وسهلي الدنيا على نفسك عشان تقدري ان انتي تبقي مرتاحة نفسيا. احنا عايزين ست مستقرة نفسيا، حبوبة كده شكلها قمر ومهتمية بنفسها ومهتمية بشكلها وبنفس الوقت محترمة طبعا. وفي نفس الوقت مستقرة نفسيا مرتاحة نفسيا، ده أساسي عندنا. ده دايما اللي أنا بسعاله ان انت تكوني بدل ما بنبقى مرتاحين ماديا وده حاجة مهمة جدا، بس خليكي مرتاحة نفسيا هيجيب لك الراحة المادية وهيجيب لك كل حاجة حلوة انت بتتمنيها. انا هنا والله يا بنات بصور لكم بالليل، ده يعني ده يوم اهو حي، يعني انتوا عارفين كده من واقع الحدث انا بقول لكم الحاجه اللي انا بعملها ده بالليل. بس لقيت الدنيا مكركبه والدنيا زيطه وبايظه خالص، فقلت طبعا لازم ارتبها. والمواعين لا انت مش هتنامي، قلت لك انتصري على الكسل اللي جواكي، وبدل ما تنامي وتضيعي وقتك يعني او تنامي وانت مش مرتاحه، لا قومي اعمليها عشان تصحي تاني يوم كده الاجازه بتاعتك. تاخدي طبعا بكره الجمعه ان شاء الله، كل جمعه وانتوا طيبين، تاخدي بقى تعرفي فاهمه، عايزه تخرجي، عايزه تقعدي تشربي القهوه بتاعتك براحتي بقى، مش هصحى بقى من النوم اعمل مواعين واروق واظبط وانضف. تظبيطات من على الوش كده، لكن ايه مش هنرهق نفسنا يوم الاجازه. وشوفوا الفيديو بتاع الاجازه اللي انا منزلاه الجمعه اللي فاتت، والله العظيم هيفيدكم جدا جدا جدا. شوفوه قولوا لي رايكم ايه. وبس كده وخلاص على كده. وانا المواعين دي كانت اخر حاجه خلاص عملتها، واخر حاجه خلاص كنت انتصرت فيها على الكسل على نفسي، والحمد لله. كنت مبسوطه جدا جدا باللي انا عملته، وحبيت ان انا انقل لكم بقى الفكره دي، وان تنتصروا على الكسل بتاعكم. واي حاجه قدامك مسببه لك اذى كده وبتهربي منها، لا واجهيها واعمليها، تلاقي نفسك مرتاحه نفسيا جدا جدا جدا، وفي راحه وفي سعاده ملهاش حدود. لو انت بقى وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك من فضلك، حط اللايك الجميل بتاعك عشان اقدر ان انا اكمل واعمل لكم روتينات حلوة. ويا ريت كمان تقترحوا عليا، قولوا لي رايكم نعمل ايه تاني، ايه الروتينات اللي ممكن نعملها ونقدمها وتكون حلوة ومفيدة ليكم، واللي انتوا حابين تشوفوها مني كمان.
يعني انا بتكلم على اساس بقى ان انا عندي جمهور كده وناس جديدة دخلت لي القناة، ومبسوطة جدا 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 بيهم. فيا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب يعني ايه نكبر كده، بدل ما ابقى 195 ابقى 195 الف. فشكرا شكرا بجد من قلبي، كل مرة هقول لكم كده شكرا. فالحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. الواحد لما بيتعب لازم يلاقي، لازم ربنا مش بيضيع تعب حد، تعبك هتلاقيه قدامك، بس احنا بس محتاجين شوية صبر. بس كده يا بنات، ده اخر حاجة بقى كده خلاص. فانتي بقى لو وصلت لهنا، اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد، واكتبي لي كومنت حلو كده من قلبك عشان يفرحني ويسعدني. اشوفك ان شاء الله على فيديو جديد بإذن الله. باي باي.